تخيلوا إنك شغلك كل يوم إنك تواجه الموت. بالنسبة لك الجثث حاجة عادية، لكن في ليلة يوصلك جسم إنسان شكله هادي جدا زيادة عن اللزوم. القصة بتحصل مع أب وابنه شغالين في مجال الطب الشرعي، شغلهم دايما في مكان هادي تحت الأرض بعيد عن الناس. في يوم يجيلهم بلاغ عن حالة غامضة، جسم بدون اسم، بدون أي معلومات، ومن غير أي سبب واضح للي حصل له. مع بداية الفحص يلاحظوا إن في حاجات مش مفهومة، علامات غريبة، تفاصيل مش منطقية، وأسئلة أكتر بكتير من الإجابات. في نفس الوقت المكان نفسه يبدأ يحسسهم بعدم الراحة، أصوات، أجواء تقيلة، وإحساس إنهم مش لوحدهم. مع البحث والتدقيق يوصلوا لحقيقة مرتبطة بقصة قديمة جدا، قصة ظلم حصل من مئات السنين، وإن اللي قدامهم مش مجرد حالة طبية، لكن حكاية مليانة أسرار. كل محاولة للفهم بتقربهم أكتر من الخطر، وكل خطوة بتأكد إن في حاجات ما ينفعش تتفتح ولا تتكشف. وفي الآخر الفيلم بيوصلنا لفكرة مرعبة، إن بعض القصص حتى لو عدى عليها وقت طويل بتفضل عايشة، وممكن ترجع في أي لحظة بشكل غير متوقع.